الحمد لله الذي قد أنعم على العباد وهدى من العمى، القادر الغافر للذنوب مفرج الهموم والكروب. ثم الصلاة بعد والسلام على الهدى للأنبياء ختام، وآله وصحبه الأبرار وتابعيه سادة الأخيار. ونسأل الله بأن يعيننا على لزوم النصح فيما بيننا، وأن يرينا الحق أينما وجد، وأن يزيل باطلا هزلا وجد. وبعد يا أخي إني ناصح نصيحة من دون ما فضائح، أقول جانب يا أخي أهل الفتن فإنهم أصل البلايا والمحن، وحذر العوام أن يحيدوا عن الصواب قبل ما يميدوا. والزم أخي في الله للأكابر، وجد في السير واصبر ثم صابر، وخذ بالنصح عنهم دائما. واحذر أخي بأن تسب عالما، واحذر بأن تغمطهم حقوقهم، والزمهم وكثر الدعاء لهم. من كان يهجهم هو الخسران، فاعلم أخي بأنه الحرمان. ولا يضرهم سباب غيرهم، وما يضر البحر من سهامهم. ومن يناطح الجبال خابا، فانظر وفكر لا تكن سبابا. إذا زكى الكبار سير قومي، فخذ في العلم عنهم دون لومي. وإن جرح الكبار أهل شري، فكن عنهم بعيدا دون نشري. فهم والله أدرى بالمخالف، فلا عصبية عمياء تخالف. فإن الأصل في جرح مقدم على تعديل شخص كان مبهم، لما يكون الجرح بالتفسير من عالم علامة النحرير. كقولهم هذا الرجل كذاب، مخادع مبتدع مرتاب. وقولهم بأنه فتان وخائن وأحمق طعان. فيقدم الجرح على التعديل مدام أن الجرح بالدليل، حتى ولو زكاه آلاف البشر، فالمدح مردود ولو قد انتشر. فدين الله أولى أن يصان من البدع التي لا تستهان. واحرص بأن تهجر كل مبتدع، حتى يتوب يا أخي ويرتدع. وبعدها نصيحتي فاسمعها يا طالب العلم ولا تتركها، حتى وإن كنت ضعيف المستوى فالنصح مقبول إذا الحق حوى. فأولا إليكم النصيحة بالرفق واللين بلا فضيحة، وحسن الألفاظ والأخلاق، واحذر بأن تسبب الشقاق. إياك والتحريش بين الفضلاء، ما أكثر التحريش ما هذا البلاء. لما يكون الكذب في الطلاب والشتم واللعان والسباب. كذاك واترك الجدال والمرى والاختلاف والهوى والافتراء. ومن يكون ضد أتباع السلف ونهجه عن السلف قد اختلف، فأعرضوا عن الذين خالفوا. وللفتن أقول لا تشارفوا، مسائل الخلاف لا بد لها من عالم علامة يحلها. ولا تزاحموا الكبار واحذروا، فهم يعالجوا الأمور انتظروا. وقربوا وسددوا وناصحوا، وادعوا إلى الله ولا تجارحوا، حتى يحبكم عوام الملة فيقبلون النصح والأدلة. أما إذا كان هناك جفوة، قل لي بربك كيف حال الدعوة. والحال حال الهجر والتقاطع، كذا انتشار الحقد والتنازع. فهذه وصية الأكابر، فاحفظها أخي ولا تكابر. مكارم الأخلاق أوصانا بها نبينا، فاحرص على أسبابها. فهذه 50 بيتا سقتها لعل فيها نفعنا لعلها. وهذه صدورها يا إخوتي قابلة للنقد والنصيحة، فبينوا لو كان فيها زللا، وارحم إلهي من يسد الخلل. والحمد لله على التمام، والشكر لله ذي الإنعام.
نسأله الصلاح والسداد وأن يقين الشر والإفساد. أقول في الختام صلى ربنا على البشير الهاشمي نبينا، ثم جميع الصحب والقرابة وتابع لمنهج الصحابة. إن الحق هو غاية كل مسلم صادق، والصراع بين الحق والباطل قديم منذ خلق الله رب العالمين آدم وزوجه، وأمر الله رب العالمين الشيطان أن يسجد لآدم فأبى وعصى وكان من الكافرين. العداوة دائرة والخصومة قائمة، والصراع بين الحق والباطل لا يفتر أبدا ولا طرفة عين. ومن وفقه الله رب العالمين لمعرفة الحق فهي منة من الله ممنونة ونعمة من الله مسداة، فعليه أن يضرع إلى الله، أن يمسكه ما مسكه إياه ربه، وأن يثبته عليه، وأن يقبضه عليه، وأن يحشره في زمرة من جاء به صلى الله وسلم وبارك عليه. ولا تبالي ما دمت على الجادة بنعيق الغربان على الخرائب، فذلك أمر لا بد منه. فاثبت، ثبتني الله وإياك على الهدى والحق والرشاد. واعلم أنه إن قتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت حميدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تمسك بالحق واثبت عليه، واسأل ربك الذي أنعم عليك به أن يثبتك عليه حتى يقبضك عليه، وأن يحشرك في زمرة أهله. وأما ما يدور حولك فاجعله دبر أذنك أو تحت مواطئ قدميك، وانظر إلى أمام ولا تبالي بالناس، لأن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرك أنك ستلقى حثالة أو حفالة من الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. خذ ما تعرف وقد هديت، ودع ما تنكر وقد جنبك. وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر عامته. ما مقصود الدعوة؟ عند كل داع في كل سبيل على كل مذهب من أهل القبلة، ما مقصود الدعوة؟ مقصودها إقامة الدين. كيف يقام الدين مع مخالفته؟ كيف تقام الملة مع مجانبتها؟ كيف تحقق الشريعة مع تبديلها؟ هذا أمر عجيب. ولكن كما أخبر المصطفى المختار أنه سيأتي على الناس زمان تسلب عقول أهله حتى ما يبقى لهم إلا ذر، كأنه الخيط الفاصل والحد الشفيف بين الإنسانية والحيوانية. والله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، ولا تبتئس. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.